قبل سنة بالضبط في بودكاست الحمد لله بالحلقة الأولى بلشنا من غزة وعن غزة، وهالسنة كمان في بودكاست الحمد لله بالجزء الثاني رح نبلش الحلقة الأولى كمان عن غزة ومن غزة. قصة نجاح أخونا ناهض معلم الفول الحمص والفلافل من حي الرمال لرام الله التحتة. رح تشموا ريحة الدقة الغزاوية. الغزاوي علمنا الصمود، الإصرار، حب الحياة، فمش لازم يكون بس الغزاوي مع الغزاوي، الفلسطيني مع الفلسطيني بدعم المشروع لمشروع. بسم الله ما شاء الله. طلع الفولات، هدول الفولات الغزاويات الأصليات، الشغل الصح. هي الدقة تنزل هان، وهي الليمون طبعا، وهي الطحينة. هذا التراث الفلسطيني، الأكل الشعبي، الأكل الغزاوي. دقة الغزاوية اللي الكل بحبها، وهي الحمص الحاد. أهلا وسهلا، شرفتوني. أخوك ناهض من غزة، من الناس اللي كانوا هون وصارت الحرب. يعني جيت قبل الحرب ب3-4 أيام وصار اللي صار، والحمد لله رب العالمين. قررت اني يعني افتح المشروع هذا، وربنا الحمد لله اكرمني واعطاني، بعيني وبعين 5 عيال من الشباب شغالين عندي من غزة، والحمد لله رب العالمين.